تفضل. كتفا لا سيادة اللواء قائد القوات، هذه كتيبة الأمن الوطني قد أنهت متطلبات دورة إعادة تأهيل، أرجو الإذن ببدء إجراءات تخرجهم سيد. نبدأ عرضنا العسكري للاستماع جميعا إلى السلام الوطني الفلسطيني. صالحين سلام قف. بعد تدريب شاق ومرير قادت هذه الكتيبة في محافظة الشرقية. مهند محترفين في قوات الامن الوطني، ها نحن اليوم نقف وإياكم في حفل تخريج الدورة التنشيطية الكاملة، والتي هي الآن على أتمية الاستعداد لتلقي الأوامر من قاداتنا السياسية والعسكرية. نبرز ملامح الاتجاهات ضباط الحكماء وضباطنا الأشرار عن كلمة نلقيها
هذه التدريبات التي تقوم بها وتؤديها الكتيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سيادة اللواء جابر علي أبو الفتح قائد القوات، الأخ جمال سعيد نائب محافظة طول كرم، الأخوة قادة ومدراء الأجهزة الأمنية، الأخوات والأخوة مدراء المؤسسات الحكومية والأهلية المحترمين، الأخوة مدراء الجامعات ورؤساء الجامعات، الأخوة قائد وضباط كتيبة الأمن الوطني، الأخوة العسكريين والخريجين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلاقا من القاعدة العسكرية الخالدة التي ورد نصها في الآية الكريمة، بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. صدق الله العظيم. وانطلاقا من القاعدة العسكرية التي تقول إن نقطة عرق في ميدان التدريب توفر نقطة دم في ميدان المعركة، هذه الكتيبة وبتوجيهات من سيادتكم قد أتمت متطلبات التدريب التي طلبتها سيادتكم منها، وأرجو سيادتكم التكرم بالموافقة على تخريجها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وآل بيته وأصحابه الطيبين الطاهرين. أولا تحية لكل الحاضرين مع حفظ الألقاب، تحية وشكرا لحضورهم لدفع معنوياتنا إلى الأمام. النقطة الأولى، لا أريد أتحدث عن كثير من القضايا، لكن يجب أن نأخذ الماضي درس وعبر ما حصل بشعبنا وبأهلنا وبجماهيرنا من الإفساد والفساد، من الولدنة، من الاعتداء على أملاك الناس، من الاعتداء على أرض الناس، من الاعتداء على كرامة الناس. من هون احنا بدنا نشوف هذه القوات شو مهمتها الآن، ومهمتها الحفظ على النظام العام. الجميع بذل جهود كبيرة لبناء هذه القوة، والآن أنتم معززين بسرية أو وحدة من الكتيبة الثالثة الخاصة. إخوة لكم حيدعموكم بكل الجهد اللي حتبذلوه من أجل فرض النظام والقانون، وأتمنى التوفيق للأخوة الخريجين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصيد عريف عماد دبور، عريف عمار، مساعد أول غالب وديع، فارس محسي. سلام الوطن الفلسطيني.